لو مخطط تسافر للعمرة قريب، تعالى أقول لك محتاج إيه. أول حاجة لازم تجهزها باسبورك أو تجدده لو صلاحيته قربت تخلص، وتجهز معاه صور خلفية بيضة. تاني حاجة لازم تختار شركة سياحة كويس تقدر توفر لك المواصفات والمميزات اللي أنت محتاجها في سفريات، ويكون عندهم مشرفين خبرة في التعامل مع المعتمرين باحترافية. تالت حاجة حاول تاخد معاك ملابس قطنية خفيفة وشوزات مريحة علشان تناسب درجات الحرارة العالية والمشي لمسافات طويلة. ورابع حاجة أول ما توصل الفندق لازم تاخد باسورد الواي فاي بتاعهم، وتبعت لحد من قرايبك اللوكيشن بتاع الفندق علشان يكون مرجع ليك لو نسيت المكان. وخامس حاجة خد بالك من حاجتك الشخصية، لازم تكون معاك طول الوقت، يعني شنطتك فيها باسبورك وفيها فلوسك وتليفونك وأوراق، لا تسيبها مع حد ولا تنساها في الفندق. أما بقى سادس حاجة، لو معاك أطفال صغيرين وهتاخدهم معاك العمرة، فلازم تلبسهم اسورة مكتوب عليها اسمهم واسمك ومكانك وتليفونك، علشان لو تاهوا منك تقدر توصل لهم بكل سهولة. ولو خايف عليهم تقدر تسيبهم وانت مطمن عليهم في استضافة حضانة الحرمين الشريفين اللي موجودة في برج الساعة. وسابع حاجة وآخر حاجة، خد بالك من المحظورات والممنوعات داخل الحرم علشان ما تخسرش عمرتك. ربنا يرزقنا العمرة جميعا ويتقبل مننا صالح أعمالنا، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وفولو في ضيافة علشان يوصل لك كل ما هو جديد في عالم السياحة.